أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نشرع ببحث جديد. تعريف القرآن السلفي السني ثابت بالتواتر قطعا، قد ذهب منه قرآن كثير، الروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى، فلا تكفر الناس يا أرجاس يا حمير، كما وصفكم ابن عمر تنصد كأنك حمار وقد صدق. تنصد كأنك حمار وقد صدق. سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنكم يا شيعة التوحيد، رضي الله عنكم أيها المسلمون، رضي الله عنكم وعنا. ما هو الفرق بين رضوان الله هنا ورضوان الله على الصحابة؟ لا يوجد فرق. رضي الله عنهم ورضوا عنه لمن هو في هذا الزمان، لمن يسمع الكلام، لمن يعيش في هذا العصر، ولمن كان قبل عشرات السنين وقبل مئات السنين، ومن كان في عصر الصحابة. هل هذا الرضوان يعطي سك الغفران كما يعطى لمعاوية وليزيد، كما يعطى لمعاوية وابن العاص ولأشباه هؤلاء ولجميع الصحابة وللخلفاء ولأمهات المؤمنين؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا يعني؟ يعني هذا نتيجة الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألم تقرأوا القرآن يا سلفية يا سدنة؟ لمن هذا؟ ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. الخشية ربها أمنا عائشة عندما خرجت من البيت
عندما عصت آيات الله، عندما تمردت على أمير المؤمنين عليه السلام، عندما جيشت الجيوش، عندما تسببت بمقتل الآلاف وإعاقة الآلاف مع آلاف الأرامل واليتامى؟ هل هذا من خشية الله، من خشية الرب؟ كيف تكون في رضا الله وهي فعلت ما فعلت في تلك الحادثة، في ذلك الموقف، في ذلك التجيش والعسكرة؟ لا يمكن، لا يمكن. قبل هذا بعد هذا الله العالم، لكن نتحدث مع التمرد. فمن أين تأتي العدالة ومن أين تأتي الوثاقة؟ فمن أين تأتي العدالة ومن أين تأتي الوثاقة إذا كانت مأمورة بأن تتلو آيات الله وهي آيات واضحة، ومع هذا تمردت عليها، تبرجت تبرج الجاهلية الأولى، خرجت من البيت عندما جيشت الجيوش، عندما تسببت بمقتل الآلاف وإعاقة الآلاف مع آلاف الأرامل واليتامى، لم تلتزم بآيات الله. فإذا هي كانت بهذا المستوى الضحل من التفكير ومن الفهم لآيات الله، وخرجت متمردة وعصت آيات واضحة بينة، وعصت آيات الله الواضحة، فكيف يؤخذ منها الدين؟ كيف يؤخذ منها الدين؟ عصت آيات الله، آيات واضحة بينة وهي مقصودة بها، وحذر النبي وكرر وأكد على التحذير بذكر الحوأب وكلاب الحوأب، ومع هذا خرجت وتمردت وخالفت الآيات. فهل يؤخذ منها الدين؟ فهل يؤخذ منها الدين؟ لا يؤخذ منها الدين، لا يمكن أن يؤخذ منها الدين، لا يمكن أن يؤخذ منها الدين. فأين ومن أين تأتي العدالة ومن أين تأتي الوثاقة في النقل؟ لا عدالة ولا وثاقة، لا عدالة ولا وثاقة. وعندما يوصف الخليفة الأول والثاني بالكاذب الآثم الغادر الآثم الظالم، ماذا يبقى من العدالة وماذا يبقى من الوثاقة؟ لا يبقى شيء. وهو بالذات الخليفة الأول والثاني كان بلحاظ قضية دينية عقدية، رواية نقلت عن نبي الله، رواية نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو غير عادل وغير ثقة في النقل. عندما تأتي الشهادة والتقييم والحكم والرأي من علي والعباس وفاطمة بأن أبا بكر كاذب في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث، هذا الكلام وهذا النقل لهذه الرواية عن النبي قد كذبها علي والعباس وفاطمة سلام الله عليهم، فكيف يكون ثقة؟ فكيف يكون ثقة؟ هذه شهادة حسية من علي والعباس وفاطمة بكذب أبي بكر، بعدم وثاقة أبي بكر بالنقل، بكذب عمر، بعدم وثاقة عمر بالنقل. هذا بخصوص الإرث، الخمس، الفيء وفدك. وأما بخصوص ادعاء الولاية، أنا ولي رسول الله، أنا ولي رسول الله، من أين جئت بهذا؟ أيضا هنا كاذب. علي هو ولي رسول الله، علي هو الولي، علي هو ولي رسول الله، علي هو ولي رسول الله بالنص وبعلمهما وبشهادتهما. فادعاء الولاية ونفي الولاية عن علي وأخذ منصب علي، أتحدث أنا عن الولاية الآن، فادعاء الولاية دون علي فهذا هو الكذب، هذا هو الغدر، هذه هي الخيانة، هذا هو الإثم، هذا هو الظلم. فمن أين تأتي العدالة ومن أين تأتي الوثاقة إذا كان كل منهما قد سمع النبي قال علي هو الولي؟ فمن ينكر هذا السماع وهذه الولاية من النبي بحق علي، هل هذا ثقة بالنقل؟ لا يوجد عدالة ولا يوجد وثاقة، لا يوجد عدالة ولا يوجد وثاقة. إذن هذا الرضوان من الله سبحانه وتعالى على الصحابة هو شامل أيضا ومذكور أيضا، وهو نص على كل مؤمن في كل زمان ومكان.
من هو المؤمن؟ المؤمن الذي يعمل صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آيات واضحة، معاني واضحة. هل يحتاج الإنسان أن يجعل نفسه ويسلم إنسانيته لقطيع الحمير كما وصفهم ابن عمر ويقول أنتظر وأرى ماذا يقول شيخي؟ هل يوجد بهيمية أكثر من هذا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن الكلام في سورة البينة. قرأنا سورة البينة وجاءت عندنا إشارات بخصوص سورة البينة وقد بيناها، لكن يبقى السؤال المهم والغرض المهم الذي جاء بسورة البينة في هذا البحث. الآن هل هذه هي سورة البينة؟ هل سورة البينة نزل بها الوحي كما قرأناها الآن؟ أو يوجد حذف، يوجد إضافة، يوجد نقص، يوجد زيادة؟ فبأي صورة وبأي صيغة وبأي آيات وبأي كلمات وبأي ترتيب وبأي سياق وبأي نسق وبأي طباق وبأي سباق ولحاق ومعان قد نزلت سورة البينة؟ تحريف 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 عند السلفية والسنة، تحريف قطعي للقرآن، الجزم بتحريف القرآن. مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي. إذن هذه سورة البينة أيضا يأتي الاستفهام بخصوصها، هل نزلت كما قرأناها الآن أو كما يقال في الروايات والإضافات والزيادة والنقيصة؟ كيف نزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف نقلها النبي للناس للصحابة للأقوام؟ هل هذه هي سورة البينة؟
هل سورة البينة نزل بها الوحي كما قرأناها الآن؟ أو يوجد حذف، يوجد إضافة، يوجد نقص، يوجد زيادة؟ فبأي صورة وبأي صيغة وبأي آيات وبأي كلمات وبأي ترتيب وبأي سياق وبأي نسق وبأي طباق وبأي سباق ولحاق ومعان قد نزل سورة البينة؟ تحريف 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 عند السلفية والسنة، تحريف قطعي للقرآن، الجزم بتحريف القرآن. تحريف القرآن السلفي السني ثابت بالتواتر قطعا، قد ذهب منه قرآن كثير، الروايات في هذا الباب أكثر من أن تحصى، فلا تكفر الناس يا أرجاس يا حمير، كما وصفكم ابن عمر تنصت كأنك حمار وقد صدق، تنصت كأنك حمار وقد صدق. في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام قال ابن عمر: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهر منه، قد حفظت ما ظهر من القرآن، ما وصلني من القرآن، ما ظهر لي أنه من القرآن. في سنن سعيد بن منصور عن ابن عمر: لا يقولن أحدكم أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن يقول أخذنا ما ظهر منه. وفي الهامش: هذا الأثر نقله السيوطي في الاتقان وسكت عنه، مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن، مع أن ظاهره يفيد ضياع جزء كبير من القرآن. في تفسير الآلوسي روح المعاني نقل الآلوسي كلاما لابن شهر آشوب الشيعي، ثم للمرتضى الشيعي والطبرسي، نقل قول الطبرسي والمرتضى الذي يقول بتمامية القرآن وبعدم وجود التحريف في القرآن، ينفي التحريف ويؤكد على أن القرآن كان مؤلفا مرتبا مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء الآلوسي بهذا المورد وناقشه، لكنه كما هو المعتاد دخل في السفسطة والمغالطات والأباطيل، وفي النتيجة وأوقع نفسه في الفخ، وأقر على نفسه وعلى مذهبه وعلى السلفية وعلى السنة، أثبت التعريف اليقيني في القرآن، فقد ثبت الحقيقة اليقينية الدامغة في ثبوت تحريف القرآن عند السلفية والسنة. لاحظ مصحف عائشة ماذا فيه؟ يقول الآلوسي: أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر وما نسخت تلاوته، وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ، وما لم يكن في العرضة الأخيرة، ولم يألو أبو بكر جهدا عنه في تحقيق ذلك، إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين، فلهذا نسب إليه
كما روي عن حميدة بنت يونس أن في مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. عائشة تقول وعلى الذين يصلون الصفوف الأول، هذا مصحف عائشة. لاحظ يقول وأن ذلك قبل أن يغير عثمان المصاحف. لاحظ يقر على عثمان بأنه هو الذي غير المصاحف. بإقرار الآلوسي عثمان مبتدع، عثمان مدمر القرآن، مدمر المصاحف. هذا مصحف أمنا عائشة، وأتى عثمان غير مصحف عائشة وطعن بمصحف عائشة. مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي. يكمل يقول فما أخرج أحمد عن أبي. الآن أبي الصحابي صاحب المصحف، مصحف أبي. لنرى ماذا يقول أبي الذي ختم القرآن على يد النبي، أمام النبي، بين يدي النبي عدة مرات. ماذا يقول أبي؟ يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ علي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا أين؟ في سورة البينة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة. عن أبي صاحب المصحف، مصحف أبي، قال إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره. ابحثوا هل يوجد هذه الآية في القرآن؟ إذن في البينة من الآية الأولى إلى الآية الرابعة أين انتهى؟ يقول إلا من بعد ما جاءتهم البينة. نفتح القرآن، ماذا في الآية الخامسة في القرآن؟ يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه هي الآية الخامسة، التفت جيدا، هذه هي الآية الخامسة. الآية الرابعة انتهت إلا من بعد ما جاءتهم البينة، والآية الخامسة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انتهت الآية الخامسة. لنرى ماذا قال أحمد عن أبي، ماذا قال أبي صاحب المصحف
صاحب المصحف صاحب القرآن. ماذا قال أبي؟ يقول إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الدين عند الله الحنيفية. إن الدين عند الله الحنيفية. إن الدين عند الله ما هو؟ الحنيفية، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل ذلك فلن يكفره. هذه الآية القرآنية، إن الدين عند الله الحنيفية، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل ذلك فلن يكفره. الآن جائزة لمن يأتي بموقع هذه الآية في القرآن الذي بين أيدينا، في المصاحف التي بين أيدينا على جميع القراءات. الآن ليؤتى بهذه الآية القرآنية إن الدين عند الله الحنيفية، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل ذلك فلن يكفره. ننتظر القوم، ننتظر الإجابة، وبنفس الأسلوب من الأسئلة تطرح باقي التحريفات القرآنية السنية السلفية. مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي. الآن ليؤتى بهذه الآية القرآنية إن الدين عند الله الحنيفية، غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل ذلك فلن يكفره. الآن رواية أخرى، والكلام أين؟ في نفس سورة البينة. يقول وفي رواية ومن يعمل صالحا فلن يكفره. هذا إضافة لما قلنا قبل قليل، إن الدين عند الله الحنيفية. هذه آية أخرى، ومن يعمل صالحا فلن يكفره. هذه آيات أخرى تضاف إلى ما قاله إن الدين عند الله الحنيفية، أو بدل هذا إن الدين عند الله الحنيفية. إما هذه وهذه، وإما هذه أو هذه. إذن في الرواية الأخرى يقول يضاف إلى سورة البينة ومن يعمل صالحا فلن يكفره وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أو بلحاظ آخر كلمتين إلا من بعد ما جاءتهم البينة، هذه موجودة في الآية الرابعة، إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فيسبق هذا ومن يعمل صالحا فلن يكفره وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد. لاحظ، أو نقول إلى الآية الرابعة ماذا فيها؟ لاحظ في الآية الرابعة يقول كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. في هذا النص الإضافي ماذا قال؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هناك وما تفرق هنا وما اختلف، وما تفرق هنا وما اختلف. الآن هناك قبل ما تفرق، قبل وما تفرق ماذا يوجد عنده؟ يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق. هنا قبل وما اختلف،
ومن يعمل صالحا فلن يكفره وما اختلف. هذا قلنا بدل تلك، أو هذه آية أخرى تضاف إلى تلك، يعني الآية الرابعة كما هي، وهذه آية خامسة أو تكون سادسة بعد أن نثبت أن الدين عند الله الحنيفية، تكون آية خامسة وبعدها تأتي الآية السادسة ومن يعمل صالحا فلن يكفره، أو الآيات تكون بكلمات أطول وبعبارات أطول. إذن يقول وفي رواية ومن يعمل صالحا فلن يكفره وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يكمل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب. لاحظ هذا الكلام، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يقابل عندي في الآية السادسة ماذا يقول؟ يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. هنا يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية، ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير البرية. أولئك عند الله خير البرية. الآن ليؤتى بهذه الآية القرآنية الآن جائزة لمن يأتي بموقع هذه الآية في القرآن الذي بين أيدينا، في المصاحف التي بين أيدينا على جميع القراءات. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية، ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير البرية. أولئك عند الله خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لاحظ هذه الجملة الأخيرة جزاؤهم عند ربهم، هذه الآية الثامنة آخر آية في السورة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا من جزاؤهم عند ربهم إلى آخر الكلام. هذه هي الآية الثامنة في القرآن المطبوع عندنا. في الآية السابقة في الآية السابعة مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
إذن هذه سورة البينة أيضا يأتي الاستفهام بخصوصها، هل نزلت كما قرأناها الآن أو كما يقال في الروايات والإضافات والزيادة والنقيصة؟ كيف نزل بها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف نقلها النبي للناس، للصحابة، للأقوام؟ هل هذه هي سورة البينة؟ هل سورة البينة نزل بها الوحي كما قرأناها الآن، أو يوجد حذف، يوجد إضافة، يوجد نقص، يوجد زيادة؟ فبأي صورة وبأي صيغة وبأي آيات وبأي كلمات وبأي ترتيب وبأي سياق وبأي نسق وبأي طباق وبأي سباق ولحاق ومعان قد نزلت سورة البينة؟ لاحظ مصحف عائشة ماذا فيه؟ وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. عائشة تقول وعلى الذين يصلون الصفوف الأول، هذا مصحف عائشة. ماذا قال أبي صاحب المصحف صاحب القرآن؟ يقول إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره. لاحظ تحريف في تحريف، آيات، كلمات، سور، أحرف. آلاف الموارد السنية تتحدث في التحريف وعن التحريف زيادة ونقيصة، أحرف، كلمات، حركات، تشكيل، آيات، سور. فالقرآن عندكم محرف يقينا 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 يقينا. في نفس سورة البينة يقول وفي رواية ومن يعمل صالحا فلن يكفره، ومن يعمل صالحا فلن يكفره، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب. هنا يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية، ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير البرية، أولئك عند الله خير البرية. الآن ليؤتى بهذه الآية القرآنية الآن جائزة لمن يأتي بموقع هذه الآية في المصاحف التي بين أيدينا، في القرآن الذي بين أيدينا على جميع القراءات. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية، ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير البرية، أولئك عند الله خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لاحظ هذه الجملة الأخيرة، جزاؤهم عند ربهم. هذه الآية الثامنة آخر آية في السورة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا من جزاؤهم عند ربهم إلى آخر الكلام. هذه هي الآية الثامنة في القرآن المطبوع عندنا. في الآية السابقة، في الآية السابعة ماذا يقول في قرآننا المطبوع؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قبل هذه في الآية السادسة كان يتحدث عن شر البرية، يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ينتقل من شر البرية إلى خير البرية، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هنا ماذا قال عندما تحدث عن خير البرية؟ قال أولئك عند الله شر البرية. هذا هنا أولئك عند الله شر البرية، هذا الذي انتهت به الآية السادسة. الآية السابعة عندنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذه الآية السابعة كلها. هنا ماذا قال؟ يقول ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير البرية. فقط هذه الأخيرة فيها اشتراك مع الآية السابعة. في الآية السابعة ماذا قال؟ أولئك هم خير البرية. هنا يقول أولئك عند الله خير البرية. لاحظ تحريف في تحريف، آيات، كلمات، سور، أحرف كما يشاء القوم. أين هذا وأين هذا؟ لاحظ كم هو التحريف. وأيضا هذه أسئلة ليبحث عنها السلفية، ليبحث عنها الأغبياء الجهلة المغرر بهم ليقرأوا. هذا كلامكم، هذا قرآنكم، هذه كتبكم، هذا هو تحريفكم. شغلوا عقولكم، اخرجوا من الضلالة التي أنتم فيها. أنتم في خديعة، في جهل مطبق على طول الزمان. اخرجوا من الجهل، تحرروا من المشايخ النطيحة والمتردية. إلى متى هذا الغباء والضلالة؟ يقول وفي رواية ومن يعمل صالحا فلن يكفره وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية. ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وفي رواية الحاكم، لاحظ تحريف آخر، تزييف آخر، يقول وفي رواية الحاكم فقرأ فيها. نبحث عن هذه الآية، أين نجد هذه الآية؟ في أي مصحف من المصاحف المطبوعة؟ فقرأ فيها ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه يسأل ثانيا، ولو سأل ثانيا فأعطيه، يسأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم
إلا التراب ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. ابحثوا عن هذه الآيات القرآنية، وإلا فهو التحريف، وإلا فالقرآن الذي بين أيديكم محرف يا سنة يا سلفية. لا ملجأ ولا منجى لكم إلا بالالتحاق بالعترة، بعقيدة العترة، بولاء العترة، بدين العترة، بتشريع العترة. وأكتفي بهذا المقدار من الكلام ونكمل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.